في الفيديو اللي قدامكم ده بيقول لك لو ضفت بيضه وعليها معلقه شوكولاته ومعلقه دقيق هتعمل اسرع وابسط كيكه من غير فرن واسمها كيكه المج. وبصراحه شكلها في منتهى الجمال، عشان كده اتحمست قلت ليه ما نجربهاش ونشوف طعمها عامل ازاي. فتحمسوا معايا ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله وهنجيب اي حاجه متوفره عندنا سواء طبق او فنجان او كوبايه، وهنضيف في كل طبق بيضه. معلقه كبيره من اي نوع شوكولاته بديل النوتيلا والنوع اللي هستخدمه من شركه كواليتي تارجت. معلقه كبيره من الدقيق. معلقه صغيره كاكاو. ودلوقتي هنقول بسم الله ونقلب كويس. وبعد التقليب هنمسح الكوبايه من الحواف. وقبل التسويه هنزينها اختياري بشويه من الشوكليت شيبس. وفي اي حله او صينيه متوفره عندنا هنحط فيها كوبايات. وهنضيف ميه سخنه بتغلي لحد ربع كوبايه. ودلوقتي بقى هنغطيها، ويفضل لو نحط قطعه قماش على الغطا عشان نكتم الحراره، وهنرفعها على نار متوسطه لمده حوالي 15 دقيقه او لحد ما نلاحظ ان الكيكه استوت ونرجع لكم تاني. وبعد مرور 15 دقيقه بالظبط هتكون معانا بالشكل ده. وكده بقى كل اللي عليك تقول بسم الله وتبدا تاكل. بسم الله. انا عايز اقول لكم مبدئيا كده من ناحيه الطعم هي طعمها حلو جدا وممكن نشبهها بالمولتن كيك، لكن اهم حاجه بالنسبه للتسويه ما نزودش الوقت قوي، عشان لو زاد الوقت هتحس ان هي بقت ناشفه ومش جوسي ولا اي حاجه خالص. وطبعا دي احلى حاجه فيها ان هي تبقى طريه كده وكلها شوكولاته. وبس كده، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.